اليوم غنشارك معكم اللي كيشبه بالكفتة والصلصة البيضاء، وهنايا غنشارك معكم كذلك واحد الكيكة بالجزر والليمون، وكذلك واحد الميني طاجين. بقاو مع الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة بلقياكم من جديد. اليوم غادي نقدم لكم سميتو ليكيش بالصلصة بالبيشاميل وبالكفتة، كما كتشوفوا ساهلين وبساطين. هنايا عندي واحد البصيله شلطتها باش ما نطول عليكم الفيديو، وواحد الريس ديال الثومه، وغندير عليها واحد المعلقه ديال الزبده، معلقه ديال الزبده باش نشحرها. بعدين نشحرها على البوطه ان شاء الله، شويه ديال المليحه، وغادي سميتو نخليها تطلق شويه تدبال، ونضيف عليها الكفيته ديالي. هنايا كتشوفوا لي كيش المقادير، ما ذكرتش لكم مقادير بسيطه. عندي هنا لي كيش الكفته، عندي هنايا المليحه والبزار، وعندي هنا الزعتر. تقدري ديري حتى هذاك سميتو القزبر اليابس باش تيجي واحد لوغو في الصلصه ديال البيشاميل. هادو ديال الصلصه ديال البيشاميل. وعندي واحد نص لتر د الحليب. انا بغيت الصلصه تكون عندي كثيره، غادي نحتاجها لحاجه اخرى ان شاء الله. وهذه البصيله ديالي وغنشحرها. خلينا البصيله ديالنا، درت فيها معلقه ديال الزبده مع مرش، ودرت فيها رشيشه د الملح وشويه د البزار. انا بغيتها ما تكونش فيها لا تحميره لا كركم. علاش؟ حيت راها غتكون الصلصه البيضاء باش كتجي داك لا كولور بيضاء. فهمتوني البنات؟ صافي البزار ومليحه كافيين، وكتجي واحد لوغو كيجي رائع. بغيتي ديري لها شويه د الربيع كتقدري ديري لها. صافي غادي نولي نعاود نزيد سميتو هذه عندي في الفريغو، راح خرجتها في الصباح لكن مازال ما دابتش مزيان. غنعطيها الوقت تذوب شويه على ما تسخن في المقله. درت لها هنايا الربيع كما قلت لكم، تقدري تضيفي الربيع. الحشوه طابت لينا، غنخليها تبرد ونكملوا الفيديو. هنا كما كتشوفوا شحرات ليا البصيله والكفته، شويه ديال المليحه وشويه ديال البزار، ودرت عليها شويه ديال الربيع فقط. صافي ونزلتها هنايا جانبا. وهنا غندير هنايا درت الحليب، عندي نص لتر هنا حيت غنحتاج الصلصه بغيتها. هنا غندير 2 معالق ديال الدقيق ما عامرينش. صافي غنطلقهم في الحليب على هذا الشكل هذا. مزيان شويه ديال هذا كما قلت لكم الزعتر، وشويه ديال البزار وشويه ديال المليحه، على ما نردهم على البوطه وتبدا يقرب يبدا يختار ليا، وغنضيف ليه وندير معلقه الزبده كذلك. هنايا انا درت العناصر كامله، معلقه الزبده كما كتشوفوا، ودرت سميتو الزعتر والملحه، شويه ديال البزار، وكنحركها على هذا الشكل مع 2 معالق ديال الدقيق. انا ما بغيتهاش تكون ثقيله بزاف، هذا الجهد. صافي شويه سائله. هنايا عندي واحد 2 فرماجات ننزلهم هنايا، حيت ما عنديش الفرماج باش نحكو على الوجه ديال لي كيش. اكتفيت ب2 فرماجات غنديرهم في هذا الصلصه، شويه يعطيوني واحد التعليكه وواحد لوغو حتى هو. اي فرماج كان عندكم، المهم هذاك الشيء اكتفيت به، ما كاينش لاخر وما كاينش اللي يتسخر. هاد لي كيش كيجيو رائعين بالصلصه البيضاء، عرفتي؟ كيعجبوا وليداتكم، فرحوهم بيهم وساهلين، ما فيهمش المقادير بزاف. فهمتوني؟ صافي على هذا الشكل هذا. وكما كتشوفوا هنايا بعد ما سميتو طلقت الفرماجات هنا مزيان، غادي نديرهم دابا. غادي ندير هنا الصلصه البيضاء على الكفته.
نتوما كتشوفوا الطريفات ديال. رجعنا لكم بعد ما شحرنا هذا سميتو هاد الصلصه البيضاء مع الكفيته غير شويه باش كتشد راسها صافي. وغادي نبدا نعمر هنايا في الكيش ديالي على هذا الشكل. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيش. انا ما كفاتنيش داك اللاطه وزدت شي جوج باش عمرت بهم حيت كانت باقا لي الحشوه. وتزينيهم باش ما بغيتي في الوجه، يا بزويتينه يا باي حاجه، يا الفرomاج اللي عندك زينيهم به. وان شاء الله غنديرهم يطيبوا ونتلاقاو. هنايا كما كتشوفوا غندير واحد الطويجن ديال الكفته بالطماطم. درت واحد الطماطم حكيتها وبصيله توابل هنا تحميره وكمون والمليحه والزويته وخليتهم كيتشحروا على هذا الشكل هذا. هنايا الكفته ديالنا درت فيها الربيع والكمون هكا كتعجبني باش كتجي الكفته. رجعنا معكم نوجدوا واحد الكيكه سهله وبسيطه بمكونات موجوده في البيت ومفيده جدا. كيكه الجزر والليمون كما كتشوفوا، الجزر والليمون. انا غندير فيها 2 بيضات بركه. عندي هنا مبشور الليمون كذلك. بسم الله. 2 بيضات. عندي كاس ديال الزيت، سكر سنيده، كاس كما كتشوفوا. صافي غنطرب هاد المكونات هادو اللي درت دابا مع بعض. غنديرها في الفران، محدش عاد الفران نطيب ليه كيش صافي. وغادي ندير الكيكه معاه حتى هي او ميم طون باش محدوش على الفران صافي. كنطرب على هذا الشكل هذا وكندير الجزر والليمون. هانتوما كتشوفوا هاد الكيكه صحيه. الجزر بقاو ديروها لوليداتكم لان الجزر والليمون مفيد. ضروري تبقاو تستعملوا الاشياء اللي مفيده في هذا رمضان هذا. راحنا عيانين ومسالين صافي. يعني درنا 2 خمارات. غادي ندير الدقيق تدريجيا. هنايا كما كتشوفوا في الخمارات ديالي بجوج. انا درتها في اللاطه الصغيره ونطيبوها ونتلاقاو في الشكل النهائي ديالي ديال الكفته ومطيشه طاب. ونديرو في واحد التاكره وندير عليه لاصوص بيشاميل. هذا الشكل النهائي ديال الكيكه ديال الجزر والليمون. جات رائعه، واحد الريحه ما نقولكمش. اللي كيج ديالنا هما طابوت زينيهم. الا عندك الفرومه زينيهم، عندك الزيتون زينيهم. انا زينتهم بالجزر عندي مرقد حتى هو يا محمض كيجي واحد الغزال. وهذه الكفته ديالي اللي درتها في الطويجن درتها في التاكره وخويت عليها سميتو لاصوص بيشاميل ودرت عليها واحد البيضه. جات رائعه، واحد الريحه ما نقولكمش. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديالنا. وخلاص راه غادي نسلقوا البيض والعصير الى اخره. المهم هادو اللي غير صوبت لكم في الفران وصورت لكم. الى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله. غنقطعوا الكيكه وتشوفوها كي دايره من داخل. ما تنساوش تدعمونا بلي لايك والبارطاج. عرفتوا الكيكه كيفاش جات الجزر والليمون؟ شيشه ما نقول لكمش. عرفتي كنقطعها وهي كتفرتت. روعه جات على شكل بسبوسه. نتمنى تجربوها حتى نتوما وتشوفوا المنافع اللي فيها رائعه.